وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أستاذ ياسر فكرنا النهارده واتكلمنا عن نقول غزوة بدر. النهارده ليلة 17 من شهر رمضان. غزوة بدر كانت 17 من شهر رمضان. نخلي وقت قصير كده نتكلم فيه كلام بسيط. غزوة بدر دي منهج كبير قوي. احنا اتكلمنا عنه يوم الجمعة. منهج كبير عظيم. غزوة بدر الكبرى. في سورة في القرآن ذكرت غزوة بدر. سورة ايه؟ سورة الأنفال. وسماها العلماء سورة بدر. تحدثت عن غزوة بدر. نبدأ سورة الأنفال كده أقولها ايه؟ يسألونك عن الأنفال. عايز تركز كده في القرآن. قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ايه الأنفال يعني؟ الغنائم. الأنفال يعني ايه؟ يعني هم بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ عن الغنائم. فربنا قال لهم ايه؟ قل الأنفال لله والرسول. موضوع الأنفال ده والغنائم دي ما تحطش في دماغكم، ما تهتموش بيها. مش هي الأساس. مش هي ايه؟ الأساس. مسألة الأنفال لله والرسول الذي يقسم الغنائم الله والرسول. المطلوب منكم ان تعملوا ايه؟ فاصلحوا ذات بينكم. والله يا اخوان يعني تشعروا كده ان الايات نازله علينا دلوقتي. سيبكم من الاموال والتقسيمات والمشاكل اللي بيننا والنزاعات والخلافات. احنا عايزين ننتصر، واول طريق للانتصار فاصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وبعد كده يقول لك الإيمان السبب الأول من أسباب النصر. الإيمان بالله. الإيمان بالله السبب الأول من أسباب النصر. اليقين السبب الأول من أسباب النصر. في حاجة كده عايز أقولها لحضرتك. غزوة بدر عدد المسلمين كانوا فيها قد إيه؟ 313. وعدد المشركين فيها قد ايه؟ 1000. عدد المشركين فيها 1000. يعني 300 واحد بيقاتلوا كام؟ بيقاتلوا 1000. 300 بيقاتلوا ايه؟ 1000. وبيقاتلوا بعض في الحته المكان اسمه بدر. صح ولا كده؟ يعني 300 واحد بيقاتلوا 1000 دي صح. والعالم طبعا فيه قوتين عظيمتين، قوة القدس وقوة الروم. ايه المعركة دي بالنسبة لجيش القدس وبالنسبة لجيش الروم؟ ليه المعركة دي معركة بدر الكبرى؟ وينزل القرآن وصور القرآن تتحدث عن غزوة بدر، واحنا في كل موسم نتحدث عن غزوة بدر والدروس والعبر لغزوة بدر. ايه القوة اللي في غزوة بدر؟ بالنسبة للعدد يوم اللي قلت في غزوة بدر كام؟ 13 من المسلمين و70 من المشركين. الاعداد الثانيين واحد هيعملوا حادث العربية واليوم. حادث التجديد 33 عربية 100 و100 سفينة غير اختراع فيها مش عارف قد ايه. ليه المسألة اللي يبص في غزوة بدر نظرة سطحية يقول ايه؟ يعني ايه غزوة عاملين لها حكاية كده ومكبرينها قوي ومعظمينها قوي وكذا؟ لأن غزوة بدر ليست عظيمة بأرضها ولا بجغرافيتها ولا بخطتها ولا بنوعية السلاح الذي استخدم فيها، وإنما غزوة بدر عظيمة بأهل الحق فيها. 300 دول الطائفة المؤمنة النبيلة المنتقاة المصفاة. الطائفة دول 300 دول اللي كانوا موجودين في غزوة بدر من أجلهم حدث التغييرات الكونية. من أجل 300 دول حدث التغييرات الكونية في غزوة بدر
ماء ليطهركم ويذهب عنكم وليربط ويثبت به الأقدام. ايه المعجزة يعني في المطر نزل بالصدفة كده نزل في اليوم ده؟ المسألة مش كده، خلي بالك. عند المسلمين كانوا في العقبة الدنيا والمشركين كانوا في العقبة القصوى، يعني بينهم بعض الأمطار دول هنا ودول مثلا أجل المسجد وأرض إيه؟ بلد المطر تنزل عند المسلمين رذاذ خفيف كده يثبت الأرض تحت أقدامهم ما يغرقش الدنيا. والمطر تنزل عند المشركين سيوف في نفس الوقت تغرق الدنيا تخلي الأرض كلها تكون طين وتزحلقها وطين وحكاية كده وقت واحد. ربنا حدث تغييرات كونية من أجل 300 دول، ومش بس كده، ومن أجلهم نزلت الملائكة. من أجل 300 دول نزلت الملائكة. ومن أجلهم خضع الشيطان ونقص على عقبيه مذموما مكسورا. ونقص على عقبيه مذموما مكسورا. فالمسألة مش مسألة كل ايه والارض كانت ايه. ال 300 دول يا اخواني هم اللي فتحوا العالم. يعني البلد دول اللي اشتركوا في البلد دول هم كانوا القاده في الجيوش اللي فتحت السند والهند والصين والعراق ومصر وكذا. 300 دول اطلعوا غزوه عظيمه بهؤلاء، عظيمه بهؤلاء الرجال اللي لو وجدوا في المسلمين في اي زمن من الازمان هم اللي بسبب فلوسه ايه؟ المسلمين. وكأن في اهل بدر يوجد مثلهم او من طرازهم الف في الحته. طبعا تفتكر كده المساله مش مساله عدد. لن يغلب 12 من قله. 12 مش 12 بس 12,000. لن يغلب 12,000 من قله. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب 12,000 من قله. طب احنا مليارات، احنا عدد المسلمين 2 مليار في الارض او يوم قليلا او يزيد قليلا. ما بال متوجهون، ما بال مذهولون، ما بال مهزومون. نعم في حد من العلماء كده رجاء لأننا فضلنا 8 على 3. ايه 8 و3 كده؟ نسمع الآية كده. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال تركتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله. يعني بطلوا كده زمانكم حتى يأتي الله لنا. آباؤنا وأبناؤنا وإخواننا وأزواجنا وعشيرتنا وأموال نكتسبها والتجارة اللي احنا خايفين تخسر تجارة الصدر والمساكن اللي احنا عايشين فيها وعايزين اهم حاجه نظبط الشقق والبيوت ونزخرفها ومش عارف ايه. الحاجات دي احب لنا من ايه؟ من الله ورسوله وجهاد في سبيله. ما دمنا على ذلك الا تتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. غزوه بدر رسمت طريق النصر للمسلمين يوم القيامة. اللي يتصف بصفات جيش بدر يحقق نصرا مثل نصر بدر. يحقق نصرا مثل نصر بدر. جيش مؤمن بالله سبحانه وتعالى. جيش حاسب غير متردد. جيش حاسب غير متردد. الجيش المتردد الذي لا يأخذ قرار مش ممكن يتخذ. لكن جيش بدر جيش حاسب غير ايه؟ غير متردد. جيش يحب الموت
في سبيل الله كما يحب أعداؤه الحياة. كما يحب أعداؤه إيه؟ الحياة. صفات كثيرة جدا في جيش بدر، زائد أخلاق الحرب وأخلاق المسلمين في يوم بدر. يعني النبي من عظمة الجيش إن القائد بتاع الجيش يتساوى مع أقل جند الجيش، ما بيتعلاش عليه. ما بيتعلاش إيه؟ ما بيتعلاش عليه. تعالى كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل 3 يركبوا إيه؟ يركبوا دابة، كل 3 على دابة، كل 70 دابة، كل اللي عندهم أو 100، كل 3 رسول الله كل 3 على دابة. قال وأنا وعلي وأبو لبابة على دابة، وأنا وعلي وأبو لبابة على هم لسه خارجين لغزوة وهم ماشيين ماشيين راكب الاثنين مثلا فترة، النبي عليه الصلاة والسلام راكب فترة، وبعد كده جه المنوم النبي ينزل وحد يركب مكانه. فجاي النبي عليه الصلاة والسلام ينزل فقال له ايه؟ نكفيك يا رسول الله، كمل انت، خليك انت راكب واحنا ايه؟ نكفيك المشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتما بأقوى مني على المشي وما أنا بأغنى منكما عن الأجر. وعد الله النبي صلى الله عليه وسلم النصر في يوم بدر، صح ولا لا؟ وعد الله عز وجل يعودكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وعدهم الله عز وجل بالنصر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خلاص أنا وعدنا ربنا بالنصر هروح كده بصدري وكده، لا، ده يعمل خطط وشورى. أشيروا علي أيها الناس. يجي واحد يقول والله يا رسول الله لو خط بنا البحر لخطناه معه، صل من شئت واقطع من شئت. وكل واحد بيقول ايه؟ يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يشد يا رب ياخد مشروط صلى الله عليه وسلم، لان الشورى مهمه جدا. الشورى مهمه ايه؟ مهمه جدا. وهو ماشي صلى الله عليه وسلم اللهم انجز لي ما وعدتني، افتقر الى الله سبحانه وتعالى. اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم انهم حفاة فاحملهم، اللهم انهم عراة فاكسهم، اللهم انهم جياع فاشبعهم، لحد ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى ارض ايه؟ بدر. والله قصص كتيره جدا بتيجي على دماغ كل ما مش كده مش بدر تيجي على دماغ قصص سنطول الموضوع. فاذا المساله مساله بدر، وما اريد ان اقول في غزوه بدر ان مساله بدر بينت الرجال الذين ينصر الله على ايديهم هذا الدين الى يوم القيامه. اخلاص الرجال وصفتهم ايه بالظبط؟ صفه هؤلاء الرجال ايه بالظبط؟ وبينت غزوه بدر اخلاقيات الحروب، وبينت غزوه بدر مبادئ المسلمين في الحروب، مبادئ المسلمين ايه في الحروب. فغزوه بدر مليئه بالعظام والعبر، وكيف كان المسلمون حريصون ان يشتركوا حتى الاطفال. انا قلت في خطبه الجمعه طفل عمره 16 سنه لمن لم يحضر فيكم، طفل عمره 16 سنه كان موجود في غزوه بدر، وكان مستخبى كده عشان الرسول ما يشوفوش، اسمه عمير بن ابي وقاص. فأبوه سأل قال له أنت بتختبي ليه؟ قال أخاف أن يراني رسول الله فيردني فيرجعني، وأنا أريد أن أموت في سبيل الله. طفل بس عنده قضية، أريد أن أموت في سبيل الله. الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا يطالع الجيش كله، لازم يشوف الجيش كله، فشاف فرد في الأول فبكى، فرحمه النبي صلى الله عليه وسلم ورجعه وقال خلاص اشترك معنا وشارك في الغزوه وقتل ودخل الجنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاتله اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مقبل الا ادخله الله الجنه. وقال لهم قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. وهكذا كان غزوه بدر. اكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لكم.